ما تقوليليش مازالك ديري المبسس باش تحضري رفيس نحضروه بلا حليب وتاكلي ما تاكلي ما يديرلكش هذاك الحريق في الاستومك. مع فكره تقديم جديده لمناسباتكم يجي بزاف بنين، وهاد الطريقه سهله ماهله، وفي الاخر نقول لكم وينها ولايه ديروه نتوما تشربوه مع لاتاي ولا مع اللبن ثاني. قولوا لي في التعليقات. بسم الله. عندنا 3 كيلو تاع سميد متوسط، غربليهم وديروا لهم شويه تاع الملح في كل كيلو. ديروا حفره في الوسط تكوني مذوبه السمن ولا الدهن ولا خليط بين السمن والدهن، كمليه بالزيت كما شفتوا في هذيك الكيله. تقلعوا الربع تاعها 1/4، قلعوه وكملوه بالزيت. حبكي غايه السميد تاعك وبسيه مليح مليح حتى ديري لها هكا كرات تحصلي عليها وتقدي تفتيها كيما نديروا للمقروط، يكون تشرب لك غايه. هنا حبسي وزيدي له هنا خلط بين الماء والمازهر. كنت مخلطه كيلو الا ربع بين الماء والمازهر. غادي هنا نقعد نكب فيها هكا ونفتل فيه غير بيدي، نحاول نشمخها غايه. ندير كاع هذيك الكيلو الا ربع. اللي شفتوه ناشف شويه زيدوا له حتى الكيلو كومبلي. هنا غادي تلقوه جاري، خلوه ما تخافوش منه باسكو غادي نخلوه يريح حوالي ساعه، ولا كنتي مزروبه نص ساعه بزاف عليه. غادي نغطيه بالسربيته نخليه ساعه ونولي له. وهنا كي غادي نعاودو نولوا له غادي تلقوه ناشف وهذاك الماء قاع تشربه وتلقوه هكا شاد في بعضه البعض. روحي فركتيه غايه بيديك وحبكيه عاودي تاني. جيبي السنين اللي يدخل للفور والفور تاعك يكون حامي ومشعلاته. حطي السميد تاعك في السني، فركتي غايه، درتي على 2 سنيوات، دخليه الكوشه وتبديت هكا تحمصي فيه في الكوشه بالمغرف تاع اللوح حتى يدي لك هذا اللون الذهبي. وهنايا السر تاعك كي غادي هكا يتحمص لك غايه هو اللي ما غاديش يضرك. حليه في الغربال. انا درت تاع الوالده تاعي مفوت معاها الحرب. المهم حليته وفركته كاع. فورتها التفويره الاولى عادي كيما فور الطعام. كي تشوف فيه داروا لك البخار من فوق عرفي بلي فار لك سي بون. ديري لها 2 مغارف تاع المازهر. نبغي نفصل المازهر على الماء، تقدروا تخلطوا المازهر مع الماء وترشي هكا بشويه تاع الماء وتعاودي كيما الطعام عادي. ونعاود هكا نحبكه غايه نخليه يريح ونعاود نديرها في الكسكس للمره الزوجه ونعاود تاني نفوره. يعني كيما الطعام سوا. نعاود نجيب له شويه تاع هذه التفويره الزوجه شويه تاع المازهر ونحلها بشويه تاع الماء نشربه. سا ديبون عينك هي ميزانك، ما نجمش نعطيكم مقدار معين، كل وحده وسميدها وكل وحده وشحال يشرب. هنا مهم تخدمي غايه كيما الطعام. ونعاود نروح للتفويره الثالثه وهي الاخيره. نعاود تاني نفوره، ما يشدلكمش بزاف خواتاتي، يا ربي 10 دقائق في التفويره. المهم كي تشوفي دالك بخار من الفوق ولا تعجج لك عارفي باللي سي بون راه فاير. جيبي له مغرف كبيره هذه الاخيره والتاليه، ما غاديش ندير المازهر. مغرف كبيره تاع دهان، تقدروا تروحوا حتى ل2 و3. انا هنايا صاي كان ما شاء الله معاود غايه كل وحده وسميتها. ودرت له ثاني خلط تاع المكسرات، كاوكاو محمص ومرحي مع الجوز. وزدت له هنا بعد اللي خلط ديك المكسرات زيدي له العسل اللي ما تدف فيه ما والو، عسل ديريكت. ما كثرتلاش العسل صراحه انايا باش نعاود خطره الجايه ندير له شويه تاع دهان شويه تاع عسل كي نبغوا ناكلوه. قدمتها بهذه الطريقه اللي نقدموها بها. تقدروا ديروا له ثاني السكر كلاص وثاني هذه الطريقه تاع التقديم في مناسباتكم. واكيد لي سيرفيات اون بابي تاع كينغ توب حاضرين معايا في المناسبات تاعي. لا كاليتي تاعهم والجوده ما عندي ما نحكي فيها. دروك نقول لكم بلي هذه الوصفه تقليديه 100% من عند الناس مستغانم. تحيه ليهم من وهران، سلام.